السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة الرسالة من واحدة من الأخوات بتقول فيها: السلام عليكم، أنا عيانة، عندي التهاب متعبني جدا. أصلا الأيام دي أيام التهابات والناس كلها تعبانة، إن شاء الله ربنا يشفيك ويشفي الجميع. وبيت تعبي ده بدرس أولادي، وأنا برضو عندي امتحان مفروض أجهز له، وأصلا أموري كلها جايطة. وفي العادة النزلة ما بمشي بيها للدكتور، وأصلا ما أظن في زول بمشي بيه نزلة للدكتور. وهنا اللي هو ذاكرة البلد اللي عايشة فيها، المضادات الحيوية والأدوية صعب يصرفوها ليك إلا بروشتة، لكن المسكنات عادي. وأصلا زوجي شغال مشغول شديد، عنده شغل إضافي مع شغله الأساسي. جيت وقلت له أنا عندي نزلة وتعبان، جيب لي حبوب كولد أند فلو عشان أبلعها. طبعا هو ما ركز معاي كتير، مع إنه قال لي كويس، لكن عمل رايح. تاني يوم وضعت أزم ونفسي كتم. تاني جيت قلت له جيب لي الحبوب، بقى يقول لي يا أخ أنا مشغول وأنا. فقمت أنا انفجرت فيه وقلت له يا أخ أنا ما قلت لك رح نقعد في حتة، ولا قلت لك اعزمني برا. أنا عيانة وأقل من 5 دقايق بتتناول الدواء. وهو مع العلم كان قاعد بيلعب في البلاي ستيشن، ما كان شغال ولا نايم. قال لي أنا بكون قاعد وتعبان. المهم حسيت إنه دي أنانية منه، مع إنه قبل فترة اتجرح ومشى جاب لي روحه لصقة. ايوه الكلام ده كان قبلي اقول له جيب لي الحبوب، لكن برضو ذكرت عليه وقاعد يقول لي لانه يدي دي شغال بيها، ولو اتعطلت ما بقدر اشتغل. المهم انا زعلت شديد وقلت له نهائي ما حفوت له، يعني بتكلم في روحه. وهو بقى جايت وبقى يقول لي انت ما بتحسي بي، وقبل كده وديتيني مشوار السوق وقلت لك انا شغال وتاخرتي، وجاية هسه عشان بنادول عاملة لي جوطة ومجنناني. قلت له الموضوع ما موضوع بنادول، الموضوع انه انت ما حاسس بي، وبعدين انا ذاتي ما تعبانة بمذاكرة العيال ومضغوطة. انت بتمشي تشتغل برا وانا شغالة جوا البيت، انت ليه ما بتقدر تعبي؟ وهسه يمكن لنا اسبوع زعلانين وما بنتكلم مع بعض نهائي. اول امس قال لي معلش، لكن ما مقتنع، وبقى يعيد لي نفس الكلام، يعني قال معلش تمشي بس، عشان كده انا واصلت في الزعل. انت رايك شنو واعمل شنو؟ والله يا اختي يعني ليكي حق انك تزعل، يعني هو مفروض يهتم بانه يجيب لك علاجك، يعني حتى من غير ما تقولي له، لكن حتى لو ما انتبه وانت قلت له مفروض انه يحرص يعني يجيبوا لك. واذا انه هو نسى، يعني ما يقول لك انه انت مجنناني ودايره بنادول وكذا، الكلام لك مفروض انه يعني يقول لك نسيت، انشغلت نسيت ومعليش هسه انا بمشي اجيبه لك. كان الجوطه دي كلها ما حصل. عجبني جدا اسلوبك في الرساله، يعني انه انت يعني بالرغم من زعلك الشديد بتخدي له في العذر انه هو عشان مشغول وانه عنده شغل اضافي، وحتى حته انه جاب اللصقه لروحه بينك وبين نفسك، عارفه انه هو يعني قبل الموضوع ده حصل قبل ما انت تقول له مثلا جيب لي الحبوب، لكن الشيطان خلاك تذكريها في اللحظه ديك عشان تحرر الشكل. ف يعني ان شاء الله ربنا يصلح بينكم وربنا يخليكم لبعض. ويعني حاجه جميله جدا انك انت تكوني مقدره كونه هو ينسى، ده شيء عادي يعني يحصل، الناس كلها بتنسى. بس لو انتقى الكلام في اللحظة ديك وقال نسيت ومعليش وسلامتك والله وانا اسف مشى جابها، وكان الموضوع ده كله ما حصل وكان انتهى. فرسالتي لزوجك، يعني بجد الوحدة الزوجة يعني بتكون في البيت مضغوطة ضغوط كبيرة جدا، بتكون محتاجة لكامل طاقتها. يعني لما تكون عيان ده بتكون باذلة فوق طاقته ومجهود جبار عشان تكفي احتياجاتك واحتياجات الأولاد ومذاكرته واحتياجات البيت. المهم يعني بجد الواحدة بتكون محتاجة لطاقتها كاملة، وعليه ده كله عندها امتحان، يعني ده براه لو ما عندها أي حاجة ضغط كافي جدا يخليها أنها تكون محتاجة لطاقتها كاملة. فربنا سبحانه وتعالى قال وعاشرهن بالمعروف، المعروف ده بالقول وبالفعل. يعني لو كان قلت لها كلمة في اللحظة دي كلمة طيبة كان قلبها خطاب وما كان يعني زعلت وما كان حصل الجوطة دي كلها. فيعني دي من الحاجات المهمة جدا في التعامل. كلامي لك يا أختي ولنفسي ولكل النساء أنه الزعل الكتير وتطويل مدة الزعل الحاجة دي بتعمل فجوة وبتخلي أنه زعلك ذاته يبقى ما عنده قيمة عند زوجك. فانتي ازعلي اوكي تمام، في حاجات زعلتك تمام، لكن اتناقشي، ما تمسكي في قلبك وتقعدي تفكري انه هو حيكون قاصد كده وحيكون الكلام ده عمله بفهم كده.
اتناقشي، لأنه احتمال كبير الحاجة في راسك دي ما يكون عندها أي علاقة بالكلام اللي هو في راسه أو مفكر فيه. فما تمسكي في قلبك وتسكتي بالأسبوع، الشي ده غلط جدا. وفي مواضيع ممكن تنهيها بالحكمة، يعني الحاجة دي يعني هي حتكون صعبة في البداية، لكن لو اتعودتي عليها صدقيني حتلقي نفسك مرتاحة من مشاكل كتيرة في حياتك. والكلام ده لكم انتوا الاتنين. يعني هسي في مشكلتك دي لو كان جيتي مثلا قلت له شكلك نسيت الحبوب، قال لك معلش نسيتها ومشى جابها، انتهى الموضوع تماما. داير يجود داير يفتح له مشكلة، قول له خلاص معلش خليتها ما عايزها. الكلام ده حيخليه انه هو يحس بغلطه ويندم ويمشي يشتري الحبوب، وممكن يعتذر لك ويتفانى في التعامل من غير كلام كتير. فدايما انا بذكر انه الزواج هو ما معركة، ما هي جولات مفروض يعني انا اكسب اكبر عدد من الجولات فيها. هي يعني حياة مشتركة بيناتنا نحن الاتنين، اخترنا بعض. وفي النهاية المشاكل في الحياة الزوجية ما فيها رابح، الكل فيها بكون خسران. ما في بيت بيخلو من المشاكل، وما في حياة بتخلو من المشاكل. والمشاكل يعني هي ملح الحياة، والشي ده بيخليكم انه انتوا تعرفوا قيمة بعض، وتعرفوا انكم مكملين بعض، وما تقدروا تستغنوا عن بعض ابدا. فما في داعي للتشدد وانه الناس تقيف على الوحدة. الناس مفروض تتفاهم وتشوف اللغة المشتركة بيناتهم عشان تتجنب المشاكل أصلا. وإذا حصلت مشاكل يعني الناس تحاول تحلها بالأسلوب المريح لكم انتوا الاتنين. إن شاء الله ربنا يسعدك ويصلح حالنا جميعا، وفوتكم بعافية وفي أمان الله.